الدنيا كانت ضلمة والجو برد، وأنا سايق لوحدي على الطريق المهجور اللي بيعدي جنب الغابة. كنت متأخر جدا وما كانش عندي أي اختيار غير إن أعدي من هنا. الكشافات بتقطع الضلمة والطريق فاضي تماما، بس الإحساس الغريب اللي جوه قلبي كان بيدق بعنف. كان في حاجة مستنياني. الراديو كان شغال والمذيع بيتكلم عن شاب اختفى هنا من كام يوم. أنا بصراحة ما اهتمتش، قلت في بالي حوادث زي أي حوادث، إيه الجديد؟ وأنا مكمل فجأة حسيت بحاجة بتتحرك على طرف الطريق. ضغطت على الفرامل بسرعة والعربية وقفت بصوت عالي. قلبي كان بيدق بسرعة، بصيت حواليا بس مفيش حد. اتنفست بعمق وقلت لنفسي أكيد تهيؤات، لكن قبل ما مد ايدي على الفتيس وحرك العربية سمعت صوت نفس تقيل ورايا في الكنبة الخلفية. اتجمدت في مكاني ولميت شجاعتي وبصيت في المراية. كان في حد قاعد ورايا. كان في شاب شكله شاحب، عيني غامقة زي الحفر، وشه مفهوش أي تعبير. رعشة دخلت في جسمي كله وحاولت أنطق، لكن لساني اتربط. وفجأة بصلي في المراية وقال لي بهدوء: وصلني بيتي، أنا تايه من زمان. الغريب إني لقيت نفسي بضغط على البنزين كأني مغيب، كأني مجبر. الطريق بقى أضيق والأشجار كأنها بتقفل عليا من كل ناحية، وكان بيدلني وأنا ماشي وأنا زي المسحور، لحد ما وصلنا عند كوبري قديم. وهناك بصلي من المراية للمرة الأخيرة وقال: هنا مكاني الأخير. وفجأة حسيت العربية بتقف لوحدها. قلبي كان هيقف ساعتها. لفيت بسرعة، ما كانش في حد ورايا. الباب الخلفي كان مفتوح، أيوة كان مفتوح، وعلى الكنبة كان في ورقة قديمة لونها مصفر مكتوب فيها بخط مهزوز: مش كل اللي بيمشي في الدنيا ليه طريق للرجوع، وانت في سكة ملهاش نهاية. الحياة مليانة طرق، بعضها واضح وبعضها غامض. ساعات بنمشي في سكك من غير ما نفكر في نهايتها، وساعات بنتوه في اختيارات غلط فاكرين اننا نقدر نرجع في اي وقت. بس الحقيقة ان مش كل الطرق ليها رجوع. فكر كويس قبل ما تدخل اي طريق، سواء في حياتك او شغلك او قراراتك، عشان ما تلاقيش نفسك في مكان ما تعرفش تخرج منه. في مثل مشهور قوي في مصر بيقول: الخبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. طيب ده في عالم الإنس، طب هل المثل ده في عالم الجن؟ الإجابة طبعا لأ. عالم الجن ما ينفعش أي حاجة تتعرف عنهم، ولو في حاجة اتعرفت فمش هيبقى التمن فلوس ولا هيبقى ببلاش. التمن هيبقى حياة الشخص. ونبدأ بحياة الشخص. هل الشخص اللي حاول يعرف أسرار الجن هو اللي هيتأذي لوحده؟ قبل ما أرد عليك هقولك في قانون في الفيزياء بيقول: لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار. بس الجن مش بيمشي بالقانون ده. الجن في الأذى زي كده الأخذ بالصقر في الصعيد، اللي هو مش واحد قصاد واحد، لا، اللي هو واحد من هنا قصاد عيلة من هنا.
السلام عليكم. وانا عارف اني بتأخر في تنزيل الحلقات، بس ده لظروف الدراسة وظروف شغلي، فحاول لو قدرت انزل لكم حلقتين في الاسبوع هعمل كده. بس الاصل ان احنا مستمرين على حلقة واحدة في الاسبوع، وان شاء الله هتنزل، وهحاول ازود اكتر من كده. ومش عايز اطول عليكم، ونبدأ حلقتنا ونقول سلام من الله عليكم متابعين الكرام. انا فوزي محمد، وده برنامج من الواقع. انا سامح حسين، 21 سنة، في تانية كلية آثار. الحمد لله عايش وسط أسرتي حياة سعيدة ومستقرة، وأسرتي مكونة من أب وأم وأخ. وبالمناسبة احنا توأم وفي نفس الكلية، كلية الآثار طبعا، من أكتر الكليات اللي بتعمل معسكرات دايما وكتير عشان نتدرب على جو الصحراء والتنقيب والبحث عن الآثار والمقابر الفرعونية. طبعا احنا متعودين على المعسكرات واللي بيتم فيها، بس اللي هو أول يوم في المعسكر في أي مكان بنقعد بقى نتعرف على المكان وكده، وبعد كده كل واحد هو عارف هيعمل ايه في المعسكر، مش كشغل لا كتعاون. واحنا في المعسكر اما من ناحية الشغل فكل واحد بيقوم بدور التاني عادي، بس بالترتيب زي البحث والحفر واستخدام الآلات. وبالفعل اشتركت انا واخويا في معسكر هيتعمل مدته هتبقى 4 أيام، وعدد الافراد اللي هيطلعوا المعسكر ده 10 افراد، يعني 8 افراد طالعين معانا غير انا واخويا. بصراحة كنت اعرفهم كلهم لانهم صحابنا ومعانا في الكلية، وقلنا ان شاء الله هيبقى معسكر جميل وهنتبسط. المهم بقى واحنا ابتديت انا واخويا محمد نجهز الشنط بتاعتنا والمعدات اللي هنستخدمها في المعسكر. طبعا عملنا زي جروب كده على الواتساب انا واخويا محمد واصحابنا اللي طالعين معانا المعسكر عشان نتفق هنعمل ايه، كل واحد هناك هيعمل ايه، زي مثلا مين هينصب الخيم ومين اللي هيعمل الاكل وكده يعني. وزي اي رحلة الصحاب بيطلعوها بيتفقوا كل واحد هيعمل ايه هناك. كان مكان التجمع عشان نروح المعسكر اننا كلنا نبقى على باب الكلية الساعة 7 الصبح، عشان الاتوبيس هيبتدي يتحرك من هناك الساعة 7. بالفعل اتفقنا كل واحد هيعمل ايه، كل واحد جهز شنطته وعدى اليوم، ودخلنا نمنا والليلة عدت. وبالفعل كنت انا واخويا محمد قدام الكلية الساعة 7 الصبح. سلمنا هناك على صحابنا اللي طالعين معانا، كانوا 3 شباب و5 بنات، يعني المعسكر كله 5 شباب و5 بنات. وبالفعل ركبنا الأتوبيس، المسافة تقريبا أخدت حوالي 3 ساعات ونص. كان المكان عبارة عن مكان في وسط الصحراء هنخيم ونتدرب هناك. طبعا قضينا وقتنا في الأتوبيس ضحك وهزار عشان نسلي وقتنا لحد ما نوصل. أصح نسيت أعرفكم بأسامي الأصدقاء، كنت أنا ومحمد أخويا، وصحابنا كانوا أسمائهم هيثم وعلي وخالد ونرمين ودعاء وهدير وروان ونورهان. وخلاص وصلنا بالسلامة والحمد لله. كل واحد فينا نزل الشنط من الأتوبيس، ومن كتر التعب قعدنا على الرملة وجايبين معانا أكل حطينا وأكلنا عشان تعب السفر برضو، ما هو احنا مش هنيجي وننصب الخيم على طول. والسواق بتاع الأتوبيس والدكاترة قاعدين ياكلوا معانا، وقعدنا نهزر ونضحك مع بعض، ما هي حاجة زي رحلة وفي نفس الوقت بنتدرب. خلصنا أكل وابتدى كل واحد يقوم بمهمته، اللي بيعرف ينصب الخيم واللي يعرف ينظم الحاجة اللي جايبينها والشنط والكلام ده كله. كانت الساعة حوالي 12، وبالفعل خلصنا كل حاجة ونظمنا الشنط، كل واحد ظبط الخيمة بتاعته وظبط نفسه، والدكاترة والمشرفين اتفقوا اننا هنريح شوية من تعب السفر، وهنبتدي نتجمع تاني الساعة 3 في المكان ده. فابتدى كل واحد يدخل الخيمة بتاعته
في اللي نام وفي اللي قعد هو واصحابه يضحكوا ويهزروا لحد ما تيجي الساعة 3، ما عدا انا واخويا. قررنا ان نلف المنطقة ونتعرف على المكان اكتر. هو المكان اصلا كان عبارة عن صحراء، مفيش اي بيت ولا اي مبنى غير الخيم بتاعتنا. بس لفت نظري لما بعدنا شوية عن المخيم، وطبعا ده ممنوع، لازم كلنا نبقى مع بعض عشان صحراء وكده، وعشان محدش يتوه برضه او اي حد يتعرض له اي حيوان مفترس في الصحراء. بس احنا بقى من كتر الاندماج في الكلام زي ما بيقولوا كده الكلام خدنا، لقينا نفسنا انا ومحمد اخويا قدام مكان متحوط بطوب على شكل دايرة كده، زي حيطة بس قصيرة، زي ما يكون كده معمول عشان يلفت انتباه الناس ومحدش يقرب منه او يقرب من المنطقة دي تحديدا. هتقولي ليه جاتك الفكرة دي؟ هقولك عشان مكتوب على الجدران دي، مكتوب ممنوع الاقتراب. اذا قرأت هذا الكلام فاهرب فورا من هذا المكان. ولون الرملة ما كانش زي لون رملة الصحراء العادية، كان لون الرملة اسود. بصراحة انا ما حطيتش في دماغي الكلام ده، واكيد الناس اللي قبلنا هم اللي كتبوا الكلام ده، اكيد هم بيهزروا وعايزين يقلقونا. بس محمد رأيه كان غير كده. محمد ابتدى يقلق ويقول لي احنا المفروض نرجع دلوقتي مكان المخيم وما نرجعش للمكان ده تاني. حاولت اهديه واقول له بطل هبل، اكيد حد كاتب الكلام ده عشان يهزر او يقلقنا. المهم الساعة جت 3، رجعت انا ومحمد على المكان اللي هنجتمع فيه. لقيت حد من المشرفين قال لنا كنتوا فين انتوا؟ قلنا له عادي كنا بنتمشى. انتوا المفروض ما تبعدوش عن هنا، المكان هنا خطر ولازم كلنا نبقى مع بعض. اوعوا تكونوا رحتوا عند المكان اللي مكتوب فيه ممنوع الاقتراب. انا سمعت الكلام ده انا ومحمد وارتبكنا. كان ردنا في النهاية لا، ما شفناش وما رحناش في المكان ده، مش خوف او قلق، بس عشان نتجنب المشاكل. بس فضلت افكر واقول يا ترى ايه سر المكان ده؟ وده فعلا لو مقلب زي ما انا قلت، ليه المشرف بتاع المعسكر حذرنا من المكان ده؟ سؤال بيجيب سؤال، بس في النهاية تجاهلت الموضوع، او بمعنى اصح مخلي الموضوع ده في دماغي لحد ما اخلص التدريب بتاع النهاردة، وانا بنفسي اللي هشوف الموضوع ده بالليل لما هم يناموا. اصله مفيش حاجة في دماغي غير ان لازم اعرف ايه قصة المكان ده. بالفعل ابتدينا نسمع للدكاترة وهم بيشرحوا احنا هنعمل ايه هنا والكلام ده. بالفعل ابتدينا نطبق الشرح ده عملي، وابتدينا نجيب الآلات ونحفر ونعرف ازاي نحفر وطرق الحفر، وازاي يتعامل لو لقيت تعبان او عقرب او اي حيوان مفترس ممكن يواجهنا واحنا بنشتغل. وعدى اليوم عادي خالص. كانت الساعة 9 بالليل، جهزنا العشاء عشان نتعشى وجمعنا نفسنا تاني وقعدنا عشان ناكل. كالعادة بقى كل واحد ابتدى يتكلم ونهزر، لحد ما محمد اخويا سأل المشرف وقال له ايه المكان اللي حضرتك قلت عليه مكتوب ممنوع الاقتراب؟ هو بس قال الجملة دي من هنا ووش المشرف قلب من هنا. متسألش على حاجة ممكن تكون معرفتها تكون سبب ضياعك وضياع اللي حواليك. كله فضل يضحك ويقول ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ كنت بتسمع افلام رعب كتير ولا ايه؟ اصل الكلام ده بيتقال كتير في افلام وقصص الرعب. طبعا هو ولا كأنه سمع اي حاجة وسكت تماما عن الكلام، اللي هو احنا بنكلم نفسنا. ومن هنا بقى ابتدى كل واحد يحكي قصص رعب عشان يرعبنا كلنا.
فضلنا نحكي ونهزر. وطبعا احنا بالليل في الصحراء، احنا كنا مولعين نار عشان تنور لنا. المكان مظلم بطريقة رهيبة، حتى لو عايزين نعمل مكالمة لأي حد مش هينفع، المكان أصلا مفهوش شبكة. المهم خلصنا أكل وابتدى المشرفين والدكاترة يدخلوا الخيم عشان يناموا. كنت أنا وأخويا وصحابي بس اللي قاعدين، بس كل واحد ساكت وسرحان، زي ما يكون كله بيفكر في موضوع واحد، مفيش حد مركز مع التاني. طبعا انتوا عارفين ان مقرر من الصبح ان لازم اعرف قصة المكان ده بالظبط. قطع تفكيري وتفكير الكل هيثم وهو بيقول: ايه رأيكم لو كلنا نروح المكان اللي المشرف بيحذرنا منه ده ونعرف ايه القصة بالظبط؟ وقبل ما اي حد يرد قلت له انا موافق، يلا بينا. لقيت محمد بصلي كده وقال لي: هتروح فين يا سامح؟ انت اتجننت، المشرف حذرنا وقال لنا بلاش نقرب من المكان ده. قلت له بطل جنان بقى، فيها ايه يعني؟ مكان زي اي مكان، واحنا كلنا مع بعض هنروح ونشوف ايه المكان ده بالظبط. طبعا الكل وافق، ومحمد كمان وافق بعد الحاح رهيب انه يجي معانا. وفعلا كل واحد اخد موبايله عشان ننور بيه واحنا ماشيين. طبعا كل واحد قبل ما يمشي قفل الخيمة بتاعته عشان لو حد جه من المشرفين يفتكر ان الكل دخل ينام. وبالفعل كلنا مشينا، وكل واحد مننا متحمس انه يعرف ايه قصة المكان ده. وبالفعل وصلنا المكان، واول ما وصلنا المكان ومن غير سابق انذار قامت عاصفة ترابية شديدة جدا، لدرجة ان مفيش حد فينا شايف التاني، بس كلنا في صوت واحد: محدش يتحرك من مكانه. طبعا كان لازم نقول كده عشان محدش يمشي وهو مش شايف حاجة ويتوه مننا. العاصفة دي ما استمرتش كتير، وبعد ما العاصفة هديت شوية ابتدينا نرجع نشوف تاني الرملة السوداء اللي في المكان ده. من شدة العاصفة جزء من الرملة دي اتشال، ولما اتشال الجزء ده ابتدى يبان زي جزء كده من خشب او صندوق مدفون، زي ما يكون كده في حد دفن حاجة ومش عايز حد يعرفها او يلاقيها. ابتديت انا واصحابي بالفعل نتسلق الجدران عشان نكمل حفر ونعرف اللي مدفون ده. فضلنا نحفر لحد ما لقينا صندوق، فعلا الجزء اللي كان باين وبقيته مدفون ده كان صندوق. خلينا اوصف لكم شكل الصندوق. هو صندوق مش صغير، هو كبير شوية، يعني حجمه كده زي شنطة العربية، وشكله وهيئته من الخارج تقول عليه انه صندوق مجوهرات. مش غريب انه يكون مقفول بقفل، بس الغريب انه مقفول بحوالي 5 اقفال. ده زود حماسنا اننا نعرف ايه اللي جوه الصندوق ده. صحيح مفيش اي حاجة تاني مدفونة غير الصندوق ده. وبالفعل كسرنا الاقفال وفتحنا الصندوق. عارفين لقينا ايه جوه الصندوق؟ وده اللي هتعرفوه في الحلقة الجاية. بس خلينا أكد عليكم وانتوا بتسمعوا الحلقة انكم تكونوا مشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس. وبس كده عزيزي المشاهد، ونشوفك في الحلقة الجاية ان شاء الله. يلا بقى، سلام.